عشان اتفادى الحفره هيبقى قدامي حاجتين، عربيتي اهي مستطيله كده، يتعدي من هنا، يتعدي من هنا، يتعدي وتاخدها في نص العربيه، صح ولا ايه رايك؟ طيب انا واحد سقط على قدي، انا جيت جاي هنا، جيت داخل قلت اخدها في نص العربيه ومش عارف اقدر المسافه ما بين عربيتك وما بين الحفره، جيت جاي واخدها كده بالظبط كده العربيه دي، جيت جاي ماشيه كده جيت معديها كده، جيت واخدها جنب عربيتك كله، بص المسافه قد ايه؟ خبطت عربيتك انا ماليش ذنب، ده انا ركنت في امان الله ومشيت. غلطتي ان ما بصيتش في الشارع، ما بصيتش هو خطا الغير اللي قدام ده هيعمل ايه؟ هو الراجل اللي جاي ده هيخطأ ازاي؟ فانت لازم تبقى انت متفهم وتبص لقدام. دلوقتي انا عندي في البيت عندي مثلا صالون وعندي انتريه. لو جالي ضيف، لو انا قلت له يا باشا تعالى اتفضل، هو ما يعرفش اول مره يدخل لي البيت، قلت له اتفضل، عديت على الصالون، اتفضل تعالى اقعد في الانتريه او في الليفنج، هيقول لي لا استنى انا عايز اقعد هنا، هيقول لي كده؟ مش هيقول. هو انا هدخله في المكان اللي انا عاوزه، لكن انا فتحت الباب وسبته هيعمل ايه؟ هيقعد في المكان اللي هو عاوزه. تمام؟ يبقى انا دلوقتي انا لازم ابقى بفكر في اللي قدام، انا عاوز اعمل ايه؟ تمام كده؟ عشان اقدر اتعامل. تمام؟ يبقى ده اصلا مش يبقى احنا لازم نفكر ازاي نتعامل مع حاجات اخطاء غير زي دي. يبقى انا عرفت التوقيف المفاجئ، مفيش توقيف مفاجئ. لما اجي اركن عربيتي ما اركنهاش جنب حفره او جنب حته مكسره عشان العربيات ما تجيش عربيه كبيره تيجي تتفاداها تخبط لي عربيتي. اخر حاجه ودي مهمه جدا في الوقفات، ان انا ما اركنش عربيه في داخل شارع. داخل شارع اهو الناس دي ماشيه كده، ولا داخل يمين او داخل شمال. ما تركنيش عربيتك ابدا في زاويه الشارع حرف الاس، يعني دي غلط ودي غلط. الركنتين دول غلط. هتعدي مره وهتعدي الثانيه، عربيه هتيجي داخله من هنا وداخل دوران، والدوران للاسف ساعات بيخون النظر، وتبقى انت موسع ولما تكسر تلاقي العربيه ضيقت معاك. انا غصب عني انا ما ضيقتش، تلاقي العربيه تيجي خبطه لك العربيه من الزاويه دي يا من الزاويه دي، العربيه اللي واقفه. وبالتالي الحاجات دي بتتخبط بالليل. واحد داخل خبط عربيتي اخبط يمشي، ومش يجي يقول لي والله ده انا خبطت لك وهصلحك. يبقى انا ابعد عن الحاجات اللي تشوف الموضوع اصلا. انا زاويه شارع فوق، زاويه شارع تحت، حته مكسره، انقي الشارع ولا الشارع. ده مهم جدا. اتفقنا كده؟ في اي استفسار في النقطه دي؟ لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه ايه؟ اتكلم.